السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم هذه الوصفة اللي هي الخليع البشري. نشوفوا الطريقة وكيفية التحضير. أول حاجة واش درت دون ان ريسيبيون، حطيت كيما راكم تلاحظوا هذا اللون الأبيض، هذه سي لافارين طحين. حطيت 3 كيسان هكذا، وحطيت معهم كأس تاع سميد رقيق ينسموه المواين هكذا، ونضيف عليهم ملعقة خميرة الخبز لا لوفور، ملعقة تكون ملعقة أكل كبيرة كما راكم تلاحظوا. نضيف عليهم ملعقة صغيرة تاع الملح، نحطها بجانب ما نديرهاش مع الخميرة، ونحط القليل من السكر باش تتفاعل الخميرة غير شوية. عندنا دو لو تياد ماء دافئ، نحطها مباشرة فوق الخميرة، خليها تتفاعل. بعد ما تفاعلت راح نزيد كمية من الماء. On essaye de rassembler les ingrédients jusqu'à obtention une pâte homogène, une pâte ferme. تكون عجينة متماسكة. نضيف لها تقريبا مقدار ملعقة كبيرة تاع زيت الزيتون، l'huile d'olive. نعجنو مليح حتى يتشكل عندنا الجلوتين، حتى تولي عندها العلك كيما نقولوا احنا بالعامية. العلك سي لو جلوتان، حتى يولي عندها هنايا لو جلوتان. خليها ترتاح حوالي ربع ساعة لأنه الجو راه حار. نرجع لكم نوريكم كيفاش رايح نخبزها وكيفاش راح نحشيها. بون، لتحضير الحشوة جبت أنا شواخ، وراح نحط فيه المكون الأساسي والمكون الرئيسي تاع الخليع اللي هو الشحم. الخليع البشري c'est une galette à la base de suif. On va passer la galette avec de suif et l'oignon. كما راكم تلاحظوا نحطها هكذا. راح نزيد عليها الأونيون هكذا، تكون موين ولا كبيرة شوية. أنا راح درتها شوية موين لأنه الكمية اللي عندي ماهيش كبيرة، راح ندير حوالي 3 تاع الفطيرات. نقطع البصل بهذا الشكل هلالات. شوفوا أنا درت 3 حبات طماطم صغار شوية. راح نحط عليهم 2 فصوص من الثوم. درت 2 فصوص من الثوم، ونضيف له القليل من الملح، ايضا لي زيبيس راس الحانوت، والفلفل الاسود هكذا شويه تاع الفلفل الاسود. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. راح نحطو دون زين بوال ونخليه يطيب، ما راح نديرو لا زيت ولا حتى شيء لانه راه فيه هنا لو سويف، راه فيه الشحم هكذا. متفاهمين؟ اللي يحب يدير الحار يدير حار، يدير مزاج تاع الحار. هنايا بعد ما بدات تطبخ راح نزيد لها شويه تاع البصل الخضر يعطيها بنه، وراح نضيف لها ايضا شويه تاع السكر. شوفوا العجينه كيفاش ضاعف الحجم تاعها، راهي جاهزه. عندنا ايضا لافارس راهي جاهزه. نبدا الان نخدموا في لي غاليت تاعنا. نبداو بسم الله. هنايا اون سوبودغ لا فارين سور لو بلان دو ترافاي باش كي نقدروا نخدموا لاباط تاعنا. هذه الطبقه الاولى، نحاول نبسطها بالحلال على دو غولو، جينا سهله باش نحملها. وهنا نجي نحطها على السطح تاع لو باسوار. واش نديرو؟ نجيبو لافارس نديرو من الفوق على كامل لا سيرفاس. هذه الطريقه التقليديه اللي يعتمدوها في بشار. هذا الخليع البشاري، معناتها راه جايين ايام العيد ويكون عندكم الشحم، تقدروا تجربوا هذه الكيفيه. كيفيه رائعه معناتها بامتياز. الوصفات التقليديه الجزائريه لا يعلى عليها. راح نحضر العجينه الثانيه او الوجه الثاني اللي راح نغطيه به.
قد ما الجزائر معناتها مساحتها كبيرة وشاسعة، قد ما الوجبات تاعها فاغي متنوعة وكثيرة. نحاول نرفعها ونجي هنا نغطي الوجه بالطبقة الثانية. راح نضغط، شوفوا بهذه الطريقة نتخلص من العجينة الزائدة هكذا. هنا نحاول نزيد نلصقها مليح. هكذا. انا هنا عندي هاد لابلاكيت راهي سخونه، كنت طيبت عليها فطيره واحده، راح نوريكم كيفاش تكون العمليه وهي سخونه هكذا ونقلبوها. شوفوا عمليه سهله جدا. ونحاول نضغط باش ما نديرش ثقوب، حاب لا فابيغ تقعد لداخل باش العجينه تطيب من داخل ما تبقاش خضراء. هذا ماهوش براج. وهنا نحاول نضغط باش تتحمر كامل لاكاليت، معناتها السطح كامل يجي محمر، ما تجيش جهه بيضاء وجهه محمره. وكانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، الخليع البشاري، وما يكملش الا وكان معاه براد اتاي مشحر. اقول لكم شهيه طيبه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى وصفه اخرى باذن الله تعالى.